يا مرحب بأحلى متابعين، يا رب تكونوا بكل خير وصحة وسعادة. معانا النهاردة البطاطا الجميلة دي، أي حجم بقى عندك انت تحبيه. انتوا شايفين في ايدي أو قدامكم 3 أحجام للبطاطا. أنا هقطع طبعا الجزئين اللي هم فوق وتحت دول زي ما انتوا شايفين كده. أنا عايزة أختصر لكم الفيديو يعني على قد ما أقدر. طبعا احنا ممكن نقشر بالسكينة، ولكن السكينة فيها اهدار كتير هيكون للبطاطا. انا معايا هنا دول مقشرتين، المقشرة الحمراء دي مش هتجازي معايا زي المقشرة اللي في ايدي دي. شايفين المقشرة دي بتجيب حتى القشر اللي في التعوجات اللي بتبقى في البطاطا من تحت. شايفين يعني البطاطا كده فيها حتت بتبقى معوجة. المقشرة دي هتجيب من الاخر. وشايفين القشرة مش جرة لحم كتير. وهنا بيكون مفيش إهدار لتقشير البطاطا، وبتكون كويسة جدا وجيدة جدا عن تقشير السكينة. مش هتاخد منك أي مجهود، ومش هيكون فيه إهدار إن احنا واحنا بنقشر البطاطا نشيل اللحم منها مع القشر. شايفين سلسة جدا وبسيطة جدا وممتازة اهي. شايفين القشرة رقيقة جدا. احنا لو قشرنا بالسكينة هتاخد مجهود مننا، وهنشيل لحم كتير فيها. ويمكن انا قلت لكم المقشرة الحمراء دي مش زي المقشرة دي، لذيذة جدا وفيها كذا تعدد لاستخداماتها. تمام. انا هقشر معاكم ال3 دول وهنخش نشوف بقية الموضوع ايه. انا شايفين كمية القش لو قشرنا بقى بالسكينة هيكون اكتر من كده. رقيقة جدا ازاي. هنشيل ده وهنغسله، وهنيجي نقول احنا هنكمل الوصفة بتاعتنا ازاي. طبعا البطاطا اللي في الحلة ديت انا قشرتها زي اللي في الطبق بالظبط، بس حبيت اختصر عليكم الموضوع. اللي معايا دول كلهم باللي انا قشرتهم. شايفين انتوا بس هتحسوا ان هي عالية، كل ده هيهبط. يمكن دي اكبر حلة بتعتبر مثلا عندي، لو عندك حلة اكبر تمام. انا قشرت دول 4 كيلو بطاطا. انا قشرتهم بنفس الطريقه اللي انا وريتها لكم. انا معايا هنا رتل ميه دوت اللي هو في الشفشق. او الشفشق كله ده ميه. انا هنزل بالميه دي كلها. الميه دي كتير؟ لا مش كتير. كل الميه ديت انا هحتاجها معايا. انا كده خدت الميه كلها للاخر. هنزل انا هنا بمج السكر دوت، ولو احتجت اكيد هنحط مع بعض تاني. وصفه فوق الرائعه وفوق اللذيذه. هنرفع الحلة ديت على النار، وتعالوا نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. هنقول بسم الله وحطيناها على النار. اول ما هنحطها على النار هتكون النار عالية، ومش هنغطيها عشان المية دي ما تفرش معايا. انا محتاجة المية دي جدا. خلاص. طبعا السكر دوت هيدوب. انا حطيت السكر هنا ليه؟ انا عايزة عشان انا هضربها على مرحلتين. السكر هو يكون في مكان واحد، مرجعش احط سكر على مرتين. فانا حبيت ان هنا احط السكر. دقت انا حسيت ان عايز سكر تاني، فحطيت ربع المج دوت اهو. يعني مسألة السكر بقى ترجع لك. طبعا احنا عارفين شايفين المية قلت قد ايه. مسألة السكر ده بقى ترجع لك. انا كده وطيت خالص بعد المية ما قلت، لحد ما شربت جزء كبير جدا من المية واستوت معايا. واهي ده الشكل الاخير ليها اللي كان على البوتاجاز في المية. تعالوا بقى ان احنا عايزين نطلعها هنا في الطبق ده، عشان انا هستخدم الحلة تاني. هطلعها هنا زي ما انتوا شايفين كده، نفس طريقة العزيزية بالظبط. بس النهاردة بقى ايه؟ هتكون بالبطاطا. انا كنت عاملة العزيزية بكيس مكرونة سباكيتي 350 جرام، ولكن النهاردة انا معايا دول 4 كيلو بطاطا. طبعا عقبال ما اتقشرت شلنا حتة مش حلوة، إيه الكلام ده يعني. شايفين في سائل نازل فيها، سائل كده تحس انه هو مكرمل. يعني انا كده حطيت مقدار السكر بتاعي هنا اهو. طبعا انا ان شاء الله تعجبكم جدا وتنول اعجابكم، يعني كما نالت اعجابكم العزيزية الدمياطي اللي نالت نسبة مشاهدة كبيرة جدا واعجاب على اليوتيوب. يعني حاجة انا ما كنتش متوقعاها، ولكن انا سعيدة جدا بده. هشطف الحلة دي عشان هشتغل فيها اهو. انا جيت كده عايزه اضرب طبعا البطاطا. هضربها ازاي؟ انا معايا هنا كيلو ونص لبن دوت. بصوا برضو زي العزيزيه طالع من التلاجة، فهنا مش هخاف على شفشق الخلاط وهشتغل على طول. انت عايزاها تبرد مفيش مشكله، ولكن انا هنا هضرب على مرتين. معايا هنا باكوين كريم كراميل.
احنا استخدمنا في العزازية لو تفتكروا او ترجعوا للفيديو باكو واحد عشان كنت عاملة كمية قليلة. اهو انتي ليكي بقى الحرية هتستخدمي كمية قد ايه. وطبعا الظرف بتاع الكراميل دوت انا هشيله دلوقتي، مش هستخدمه دلوقتي نهائي. ودول الظرفين اللي هما البودرة. هنقول بسم الله وهنيجي هنا هناخد لبن، مج لبن ونحطه. بصوا هقولك على حاجة، مش في امكانك ان انت تجيبي لبن اللي هو الحليب، هاتي لبن بودرة ودوبيه في مية. مش في امكانك زودي السائل بتاع المية بتاع البطاطا في حلة اكبر واعملي نفس اللي انا بعمله في اللبن. يعني قدامك انا اديتك كذا حل عشان ما تجيش على نفسك وتنفذي الوصفة ان شاء الله. اهو بصوا البطاطا سخنة ولكن اللبن ساقع جدا جدا. اهو شايفين السائل. انت ليكي بقى ان انت تزودي السائل دوت في حلة اكبر وتستخدميه بدل اللبن. يعني ما توقفيش نفسك على حاجة. انا يمكن اللبن هنا ايه، اللبن هنا عشان الاولاد ما بيشربوش لبن، فانا بحب اضيف لهم في وصفات كتير او في اكلات كتير عشان القيمة الغذائية تكون عالية مش اكتر. ولكن ممكن تستبدلي بدل اللبن مية. هنا طبعا كذا طعم هيخش في الوصفة. اول حاجة هتكون الكريم كراميل. اهو بصوا هنضرب كده. طبعا ما فيش هنا خوف على الخلاط، هتقولي لي الكميه كتير. الخلاط بتاعي بسم الله ما شاء الله الشفشق بتاعه كبير وهيضرب معايا بسهوله. اهم حاجه ان البطاطا استوت معايا كويس جدا جدا جدا. اهو شايفين اللون هيبقى حاجه تحفه. اهو بريح الخلاط شويه وارجع اشغله تاني. اهو نفس طريقة العزيزية الدمياطي ولكن النهاردة بطاطا. بطاطا متوفرة في السوق. أنا جايبة التلاتة كيلو ب10 جنيه. فطبعا حطيت كيلو على التلاتة بقى 4. ليكي برضو الحرية في الكمية اللي انت هتعمليها. لقيتش الخلاط واقف معاكي زودي حبة لبن أو زودي مية أو زودي لبن بودرة دوبيه في مية. يعني مش هتقولك لا، وهيطلع طعم فوق الرائع بكل المكونات اللي احنا حطيناها. غير اللبن لو ما مش في امكانياتك تجيبي لبن اعملي اللي انا بقولك عليه. يعني انا مدياكي كذا صلاحية تعملي بيها الوصفة. يعني ايه من غير ما تدخلي لها حليب لان ممكن يكون غالي. تمام. اهو انا هبتدي كده اقلب. اهو شايفين تحت الطحن خالص. فانا كده بحاول انزل اللي فوق تحت. زي ما انتوا شايفين وصفة فوق الرائعة جدا. احنا عارفين القيمة الغذائية للبطاطا وكلنا بنحب بطاطا، بس النهاردة هنقدمها بشكل مختلف جدا وشكل راقي جدا. عندك ضيوف جايالك هتعملي صنف من البطاطا دوت حاجة مشرفة وحاجة جميلة جدا. النهاردة انا هعمل طعمين معاكم من البطاطا اللي قدامكم دي. كده خلاص انا ضربت الشفشق دوت اهو. هفضيه زي ما انتوا شايفين في نفس الحلة. انت لو عندك حلة اكبر اعملي فيها وزودي السائل اللي انا عملته واضربي بيه. اهو ممكن تعمليها بالهاند بلندر، ممكن تهرسيها بالهراسة برضو مع حطة المية او حطة اللبن او اللبن البودرة اللي انت ممكن تدوبيه في المية او السائل اللي يكون في البطاطا. اهم حاجة البطاطا تكون مستوية معاكي كويس جدا. نفس اللي انا عملته هنا هعمله في الشفشق التاني هضرب فيه بقية البطاطا. انا بس عايزة اختصر لكم الفيديو. اهو حطيت برضو اللبن الاول عشان لسه البطاطا برضو سخنة معايا. وهاخد كمية البطاطا اللي باقية كلها. يعني انا كده ضربت ال4 كيلو دول على مرحلتين. انت ممكن بقى عايزة تقللي الكمية تزودي الكمية، ولكن النهاردة انا عايزة اعمل طعمين من البطاطا دي. اهو زي ما انتوا شايفين نفس اللي انا عملته في الشفشق الاولاني هعمله في الشفشق التاني. ولو حطيتي مية صدقيني بدل اللبن او حطيتي لبن بودرة هتديكي نفس النتيجة. طبعا هتهبط معايا انتوا شايفينها عالية. احط برضو باكو الكريم كراميل اهو. نفس اللي عملته في الاول هعمله تاني مرة. نفس الخطوات لحد ما اخلص الكمية اللي معايا دي كلها. كل ده هيهبط. انا مش قلقانة عشان كله هيهبط. كده انا ضربت الشفشق التاني لتاني مرة زي ما عملته معاكم اول مرة بالظبط. خلاص احنا كده خلصنا.
هنبتدي نشوف احنا هنعمل ايه. قبل ما هطلع على البوتاجاز هنبتدي نعمل حاجتين. هنحط النشا اهو زي ما انتوا شايفين. انا زودت هنا حبة اللبن اللي فايضين معايا مية، يعني انا كده بيعتبر دول 6 معالق نشا على حبة اللبن اللي فاضوا، وطبعا زودتهم مية مش لبن للمصداقية اهو. شايفين؟ هنركن ده على جنب وهنجهز الشغل عشان هي مش هتاخد حاجة معانا على النار. هجيب السرفسين اللي انا هعمل فيهم هدهنهم زبدة. الزبدة دي مش غالية، الزبدة دي ممكن عند اي سوبر ماركت قولوا له عايزة ب20 جنيه زبدة، ب30 جنيه زبدة هيديكي حاجة كويسة، يعني كمية حلوة. الوصفة دي مش عايزة سمنة. ليه؟ هنقول مع بعض ليه واحنا شغالين. الوصفة دي عايزة زبدة، لكن ناس سألوني كتير على وصفة العزيزية الدمياطي، قالوا لي ممكن سمنة، قلت لهم ممكن سمنة يكون طعمها وريحتها حلو، لكن هنا هنقول زبدة ليه واحنا شغالين دلوقتي. هنقول زبدة ليه. طبعا انا طلعت دلوقتي ولعت البوتاجاز على النار هادية جدا، وهنزل كده بالنشا اللي انا دوبتها قدامكم، وهبتدي اقلب كل ده في بعضه لحد ما يتجانس مع بعضه. شوفي بقى الإضافات الجميلة النهاردة مع البطاطا. لبن، إن كان لبن حليب سائل، إن كنت هتعملي لبن بودرة أو مية. أنا بقولك أو مية اشتغلي. انت هنا هتحطي كريم كراميل. هنشوف الحاجات اللي احنا هنحطها دلوقتي مع بعض. مكعب الزبدة ده بسم الله ما شاء الله. شوفوا بقى الأطعمة اللي داخلة في البطاطا النهاردة حاجة فوق الرائعة، يعني الزبدة دي طعمها فوق الرائع. طبعا الزبدة دي بتتاكل كده أكل. معايا هنا سلطانية فيها جوز هند، الكمية برضو ترجع لك اهو زي ما انتوا شايفين. المهم ان احنا هنقلب كل ده في بعض. انا عايزة هو كله مستوي، انا عايزة بس الزبدة تسيح زي ما انتوا شايفين، وعايزة انشط النشا. النشا ما بتتنشطش غير على النار عشان تربط معايا. تمام اهو الزبدة كده تسيح. طبعا الزبدة هنا احنا بناكلها كده، لو ترجعوا برضو للفيديو بتاع ان انا لما عملت مربى التين قلت لكم ان اللائق معاها الزبدة ديت اهو. هنزل كده اخر حاجة الفانيليا عشان تكون الريحة موجودة طول الوقت. حطيت باكوين فانيليا اهو، باكوين فانيليا باودر، فانيليا سايلة اللي موجودة عندك. ما توقفيش اي حاجة عايزة تعملها في مطبخك على حاجة. شايفين القوام؟ اللهم بارك اللهم بارك. طبعا انا مشغلة الفرن مسبقا عشان هقول لكم انا هعمل ايه في الفرن اهو. نفس طريقة العزيزية، وبتمنى انها تنول اعجابكم كما نالت اعجاب الجميع ان شاء الله. في العزيزية تنول اعجابكم البطاطا ديت. شايفين الفقاقيع دي؟ بقول لكم بتبقى في حاجة كده ايه، زي ما اكون عايزة تنفجر، زي ما اكون هتطقي من حد كده. كده خلاص انا نزلتها من على البوتاجاز، وهرجع هنا القلبين معايا اللي انتوا شايفينهم او الصينيتين. انا احط في القالب الكبير الاول، انا عايزاه هو يكون اكتر حاجة، هو اكبر في الحجم، والتاني اقل منه حاجة بسيطة اهو. الزبدة ليه؟ الزبدة عشان انا في قالب مش هدخله الفرن، وقالب هدخله التلاجة، بس بعد ما يبرد هدخلهم في وقت واحد. طبعا السمنة هتليس، الزبدة لا. شايفين القوام رخام ازاي؟ بردت جدا معايا، بردت جدا. سبتها بتاع ساعتين كده على الرخامة، بردت جدا معايا. كنت انا الزبدة دي حطيتها على النار شوية كده بدل ما تبقى مكعبات سايلة عشان اعرف استخدم الفرشة. شايفين؟ زي موضوع العزيزية بالظبط. الفرشة ما بيطلعش فيها اي حاجة من البطاطا اهي، لانها رخامية والفرشة بتجري جدا قدامكم. فهنا طبعا انا مولعة الفرن. هدخل الصينية الكبيرة، والصينية الصغيرة ديت هتفضل بره. بعد ما اطلع الصينية القمر دي من الفرن هحطهم في وقت واحد في التلاجة، بس طبعا بعد ما تبرد اللي هتخش الفرن نهائي معايا. كده يا رب يكون واضح لكم الموضوع، وهتدوقي احلى بطاطا واشيك بطاطا اهو. شايفين؟ احنا بقى طبعا عايزين نكرمل البطاطا دي. هنكرملها بايه؟ زي ما عملنا في موضوع العزازية بالظبط اهو. شايفين؟ هنزل بسكر بودرة فوق الوش بعد طبعا ما حطيت الزبدة
اهو خليكي كريمة كده عشان تاخدي كرملة شديدة اهو. بصوا، بس يكاد يكون متكتل شوية معايا في المصفى لان انا كنت حاطاه في التلاجة طبعا. اهو انا بحط السكر في التلاجة بخاف. شايفين؟ بس طبعا عشان الجو يعتبر سقع شوية، فايه حاساه متجمد كده معايا، فعشان كده بينزل ببساطة بقى ايه من خرام المصفى اهو زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى ندخلها مع بعض على التلاجة، ودي هنسيبها دلوقتي ليه ما شاء الله. ندخلها كده على الفرن. شايفين؟ هتبتدي تدي معاكي ارتفاع اهي كده على الفرن، مشغله الشوايه والفرن من تحت في وقت واحد، ما تقلقيش خالص. طبعا خدت بتاع نص ساعه في الفرن، طلعتها زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها تبرد نهائي وبعدين ادخل الاتنين على التلاجة. شايفين الزبده طعمها جميل جدا؟ شايفين ايدي بتطلع فيها زبده. هندخلها على التلاجة، هتقعد معايا في التلاجة بتاع 4 5 ساعات بالظبط. وبعد ال4 5 ساعات هي قعدت عندي في التلاجة بتاع 5 ساعات وأكتر كمان، وطلعتها نقطعها مع بعض. شايفين؟ دي زبدة تاكليها وانتي مطمنة، غير السمنة طعمها فوق الرائع، فوق الرائع. شفتوا بقى أنا عملت من وصفة طعمين. طعم احنا هنكرمله بالصوص كراميل اللي كان موجود في الباكو اهو. حطيه كده بأي شكل يعجبك، بشكل عشوائي كده اهو. المهم ان انت تحطيه على السرفيس نفسه. عايزه بعد ما تقطعي تحطي في الطبق وما تحطيش على السرفيس، دي حاجه ترجع لك، ولكن انا بوريكي اللي انا عملته. بتمنى ان شاء الله ان هي تنول اعجابكم، وبتمنى ان هي تنول اعجابك كل كما نالت العزيزيه الدمياطي اعجاب الجميع بشكل انا ما كنتش متوقعاه، وده كان من فضل ربنا عليا اهو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ريحتها جميلة جدا جدا. وعملنا من وصفة حلة بطاطا عملنا معاها طعمين مختلفين جدا. طبعا احنا هنقطعها مع بعض، هنقول بسم الله ونقطع. وطبعا التانية دي متكرملة بالسكر اللي احنا حطيناه اهو. هنقطع كده بسم الله، بس طبعا لازم تديها وقتها في التلاجة اهو. طبعا واحدة دايما تسألني هتطلع مظبوط، كله قدام عينيك اهو. يعني الموضوع مش محتاج اي جدال ولا اي مناقشة، غير اللي بيسألني سؤال انا برد عليه. يعني واحدة بتقول لي الكمية قبل كده على العزاية على الخلاط، لا انا شايفة ان الخلاط بتاعي يستحمل. ما عندكيش عايزة تعملي في الكبة اعملي، عايزة تعملي بالهاند بلندر اعملي، بالهراسة اعملي، بايدك بكوباية اعملي. المهم ان هي تكون بيوري خالص معاكي على الاخر. شايفين القطعة طالعة معايا بسم الله ما شاء الله، شكل وطعم حاجة فوق الجيدة. بتمنى ان انتوا تنفذوا الوصفة ديت وان شاء الله تنول اعجابكم. يعني جالك ضيف حاجة عملتي من البطاطا صنفين رائعين، ويشرفوك قدام اولادك قدام ضيوفك، يشرفوكي بينك وبين نفسك. يعني مين فينا ما بيحبش البطاطا؟ البطاطا ليها أساليب كتير جاية معانا إن شاء الله في فيديوهات كتير، ودي من أجمل وصفات البطاطا اللي إن شاء الله تنول إعجابكم. هنخرط بقى اللي احنا كرملناها في الفرن اهو. نقول بسم الله ونطلع الخرطة. شايفين؟ انا كل حاجة قدامكم اهو. واحدة بقى تعمل الحاجة تطلع خايبة منها تجيب العيب فيا. والله العيب مش فيا اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، قد ايه جميلة، قد ايه رائعة، قد ايه تستاهل ان متابعيني الغاليين يجربوها. شايفين؟ تعالوا بقى هنا انا طلعت دي اللي هي متكرملة بالسكر، مفيش مانع ان احنا نحط لها كرمل من اللي في اكياس عليها، مش هيقول لا. انا بوريك اللي انا بقولك ممكن تاكلي بيها. ودي اللي هي حطينا عليها الزبدة والكراميل بتاع باكل الكريم كراميل اللي هي دخلت التلاجة اللي هي دي. تمام. يعني ما تقوليش عشان دي بقى كرملت في الفرن بسكر مش هنحط، لا حطي، طعمها فوق الرائع. بتمنى ان الوصفة تعجبكم، بتمنى ان تنول اعجابكم. استنوني في كل جديد. شيف لولا، مع السلامة.